هاد الايام ما بقيتش كنعس مزيان. مشيت عند الطبيب وقال لي راني كنعاني من واحد المرض نفسي كيتعلق بالماضي ديالي. سولتو على الدواء، قال لي الدواء هو تعاود الماضي ديال شي واحد، تخرج داكشي اللي كتحس به، تطفي العافيه اللي شاعله لك لداخل. نعاود لشي واحد، قررت نعاود لكل شيء. غادي نعاود لكم اليوم القصه والماضي ديالي باش يولي يديني نعاس. في الليسي كانت البدايه ديال قصتي بعد الطفوله عاديه بحال كاع الدراري. فاش كنت في السيزيام تغرمت بواحد البنت كانت مفوجه معايا، عينيها خضرين وشعرها صفور وجهها صافي يتمناها كل واحد. وطبعا سولت عليها اللي كيقراو معاها وحتى ولاد دربها، بغيت نعرف واش عينيها بصح خضرين ولا غير دايره العدسات، حيت كنت مخاطر مع صاحبي احمد على 50 درهم. واحد النهار بقيت عاتس على دارها حتى يخرج شي حد من عائلتها. أذن المغرب تفتح الباب، خرج واحد الراجل، تبعتو، دخل للجامع، دخلت حتى انا، توديت وصليت حداه. فاش سالينا تسنيتو ينوض باش نتيقن ليه من عينيه، ولكن بقى جالس حتى يكمل الدعاء. بقيت حتى انا جالس سال الدعاء ضل عندي. واش انت ولد محمد؟ كيعرفني، طلع صاحب الوالد وعينيه طلعوا خضرين. غير خرجت من الجامع بديت كنشري عند صاحبي احمد في الدرب. قلت لي راه باك عينيه خضرين، قال لي صافي كتسنى 20 درهم. واحد النهار كان اضراب وخرجونا من كاع الاقسام، بانت لي غاديه بوحدها، قلبي بدا كيضرب، هذه هي الفرصه. مشيت عندها، شافتني قاصده وهي توقف، قلبي بغى يخرج من بلاصتو. مديت ليها يدي وقلت ليها السلام، قالت لي وعليكم السلام. قلت ليها انا مفوج معاك، امتى غيسالي الاضراب؟ قالت لي ما غاديش نقراو اليوم وغدا. عطاتني بظهرها ومشات. شديت ليها الصاك ديالها، ما عرفتش منين جاتني هاد الشجاعه. قلت لي اجي فين غادا؟ ماشي هادشي علاش جيت عندك. قالت لي وعلاش؟ قلت لها انت كتعجبيني بزاف، ومده هادي وانا كنتسنى في شي فرصه بحال هادي، شوفتها تبدلو. كملت الصراحه فاش كنشوفك واخا غير من بعيد قلبي كيبدا يضرب. تقدري تعطيني النمره ديالك؟ قالت لي بلي ما عندهاش. فاش قالت لي هكا تشجعت اكثر وعرفتها بلي ما رفضاتش، وطلبت منها الكونت ديال الفيسبوك ديالها. قالت لي عطيني ديالك وفاش نفكر غادي نرد عليك. النهار الاول، الثاني، الثالث، دازت سيمانه، صيفطات ليا ميساج: نشوفك خدام على 10 في الليسي. صورتها ما فرقاتش عينيا، كانت زوينه بزاف. وصفتها لكم وما وصفتش راسي. كنت ضعيف شويه وسمر، كان فيا الحبوب في وجهي وكانوا عينيا داخلين. كنلبس عادي وما كنتش شي دري في شكل، ولكن كنت قراي وعندي الثقه في النفس. فعلا تعرفت معها ولفتها، اندمجت معها مزيان بحال الا كنعرفها من زمان. ما بقيتش كنعتبرها غريبه، بالعكس ولات قريبه مني بزاف. دابا بغيت نهضر على الوالد سي محمد. كيف كانت كتقول ليه الوالده، كان خدام في البني، كيمشي في الصباح وكيرجع في الليل. عبوديه من نوع خاص، عبوديه ديال القرن 21. كيمشي بخاطرو وكيرجع بخاطرو. بصراحه ما كنتش كنعرفو مزيان حيت ما كنشوفوش بزاف. الله يسمح لي كنت كندوز من حداه بعض المرات انا وصحابي، وكندير راسي ما كنشوفوش باش ما يحشمنيش قدامهم. واخا هكاك كان كيفتخر بيا مسكين، حيت ديما كنت كنجي الاول وعلى قبلو باش يبقى عنده واحد الامل في الحياه، ويعرف باللي تماره اللي كيضرب ماشي فابور. ما كانش كيضربني بزاف حيت الوالده اللي مكلفه بهاد المهمه، واخا كانت مريضه كانت كضربني. انا بوحدي اللي عندهم معولين عليا بزاف، باغيني ننجح في حياتي ونحقق داكشي اللي ما قدروش هما يحققوه. العائله كلمه غريبه عليا بزاف، ما كنعرفش المعنى ديالها. كنسمعها في الدرب في المدرسه وما كنعرفش اش كتعني. المصطلح الوحيد اللي كنفهم هو الاسره. في الدار ما كيزورنا حتى حد الا صحاب الوالد مره. واخا كان بناي، الوالد كان مهلي فيا
كيشري لي الكتوبه والحوايج بلا ما نقولها ليه، ومره كيدور معايا. واحد النهار درت معاه احلام في البلاصه فين كنتلاقاو ديما. بقيت جالس معاه شويه، واحد اللحظه صونا التليفون. جاوبت: الو، شكون؟ لقيتو صاحبي احمد. قلت لي: امتى تعيط عليا؟ غير دابا. قال لي: شوف دوز لداركم دابا. قلت لي: راني ما مساليش. قال لي: دوز ضروري يا صاحبي. قلت لي: ما صوتكم بدل. قال لي: واش غادي تجي؟ قلت لي: صافي انا شي. ما مشيتش داك النهار، بقيت مع احلام. واحد الساعه اخرى ما كنتش كنتصور بلي حاجه بحال هاديك يمكن توقع. ما طاحتش ليا على بالي. كنت كنسحبو كيتفلى عليا. فاش فرقت معاه وصلت للدرب، لقيت جوقة قدام الدار وكلشي كيشير رجعتي. تخلعت، تحب لي راسي داير شي زبله. بغيت نهرب، ولكن فاش سمعت صوت البكا رجعت. قربت للدار، جا عندي احمد وعنقني. قلت ليه: مالك؟ اش كاين؟ قال لي: البركه في راسك. دفعته وغوت عليه: حيد منك هاد الفعايل، ما رجلا ما والو. جريت على بنادم اللي واقف حدا الدار وبقيت كنسب فيهم. هبطت الوالده، سولتها اش واقع. قالت لي: والدموع في عينيها: باباك مات ولدي. كيفاش؟ ما يمكنش. قلت لي: كتكذبي انتي، بعدي مني. طلعت للدار كنجري ودرت لي كيت فودنيا. مات الوالد. فقت داك الصباح بغيت نشوف احلام هي اللي كتحس بيا، هي اللي تقدر تعاوني في هاد الظروف. فكرت في صاحبي احمد، حتى هو يقدر يعاوني، يوريني اش ندير. المهم ما مشيتش عند حد. تفكرت الوالده والمرض ديالها، عرفتها صعيب تصبر. حليت الباب ديال البيت، لقيت الشوقة عاوتاني. كنت معاهم الوالده. عيطت ليها، شافتني وهي تجي لعندي. عنقتها، هادي اول مره كنعنقها فيها. سولتها على الوالد، قالت لي: في العشيه نمشيو لعندو. جات العشيه، مشينا لعندو. في الطريق سولت الوالده كيفاش مات. قالت لي: مات في الخدمه ولدي، طلقات لي رجلو. وصلنا ودخلنا، جبدت الوالده واحد الورقه، عطاتها لواحد السيد. بغيت نشوف الورقه اش فيها. بانت ليا نمره، الرقم ديال الوالد. ما بقاتش سميتو سي محمد ولا نمره. عطانا جوج كمامات، لبسناهم وتبعناه. دخلنا لواحد البيت فيه بزاف د الثلاجات، وحده فيهم كان فيها الوالد، وحده فيهم كان فيها با. شاف الورقه وفتح لي فيها الوالد. قربت شويه، قال لينا: واش مستعدين؟ هز عليه الغدا. تخلعت منه بزاف. عمري ما شفت هذا المنظر. فمو كان زرق، الشوفه ديالو خاويه. تشجعت وبست ليه راسو. اخر مره كنت كنبوس ليه راسو. الصراحه فرحت ليه فاش مات. جا الوقت اللي غادي يتحرر فيه من العذاب والظلم اللي كان عايش فيه. اخيرا غادي يرتاح. بغيتو ما يسمحش لي يظلموه، بغيتو يدعي الله ياخد ليه حقه. خرجنا من تما. سولت الوالده على الموعد ديال الدفن. قالت لي: راه غادي يجي الطبيب يشوفو يقادو شي اوراق ومن بعد غادي يدفنوه. كنت غير كنخرج كنتمشى، وفي العشيه كنرجع كنسمع الموسيقى وكنعس. الموسيقى كانت كتنسيني كلشي، كانت هي العالم الثاني ديالي. درنا الجنازه، بطبيعه الحال جا بنادم ياكل. اللي كنعرفهم كانوا قلال، والاغلبيه عمري ما شفتهم. هادو هما صائدو الجنائز. شي ناعس، شي كيهضر، شي كيضحك. ما حاسينش بيا، ما حاسينش بالفراغ اللي فيا. باغيين غير ياكلوا، باغيين غير يزردوا. كيفرحوا البنادم الا مات. تعصبت بزاف، قلبت واحد الطاولة وخرجت. دارت الايام وقربت الامتحانات. ما كنتش كنمشي لليسي. مرة كنشوف احمد. احلام مني مات الوالد ما عمري ما شفتها. في الدار ما كاينش اللي يصرف، ما كاينش اللي يخلص الكرا. كنا معولين على فلوس التأمين ديال الوالد. عطلاهم علينا. بعت الكتوبة ديالي، MP3، تليفون، بعت واحد التلفازة، بعت شي حوايج، بعت البيسي اللي لقيتها في الدار كنبيعها. جمعت شي فلوس عطيتهم للوالدة تصرف بيهم وتشري الدواء اللي خاصها. داز الامتحان ديال الباك اللي كنت معول نجيب فيه 17 ونحقق حلم حياتي، ندخل لكلية الطب. من صغري وانا كنحلم بها، كانت هي الهدف ديالي في الحياة. بقيت كنقلب على خدمة. في الاول صيبت CV ودفعته للشركات، ولكن ما عيط عليا حد.
مشيت عند المعامل، المطاعم، وحتى القهاوي. شحال صعيب تلقى خدمة في هاد الزمان، شحال صعيب تلقى حد يقبل عليك تكون العبد المطيع ديالو، دير اللي يقول ليك، تجلس وقت ما بغا، تجي وقت ما بغا، تمشي وقت ما بغا، يهدر معاك تحني راسك وتقول نعم. وفي المقابل يعطيك شي وريقات تسد بيهم جوعك. الوالدة تزاد عليها الحال، ولا تشد الفراش، الفلوس تقاداو، مول الدار كيتسالني 3 شهور، مشى دعنا للمحكمة، تأزمت الوضعية بزاف، ما بقى عندي ما نبيع، وخا هكداك عمري مديت يدي لشي حد. الوالدة خاصها الدوا، خاصها ما تاكل بعدا، تفكرت 50 درهم. مشيت عند احمد قلت ليه يعتقني بيها، ما كانتش عنده، عطاني التليفون ديالو، عمري ما ننسى خيرو. بعتو وديت الوالدة عند الطبيب، دوزت ليها ودرت ليها التحليلات بدوك الفلوس، ولكن قال لي الطبيب بلي ضروري خاصها دير عملية في اقرب وقت، حيت الحالة ديالها ولات صعيبة بزاف. ما كانش عندي منين نجيب الفلوس، وحتى العائلة ما كنعرفوهمش. عام دابا باش مات الوالد، وما كاينش اللي سول علينا. كنت معول على فلوس التأمين، كيف كيقولوا اللي عند باب واحد الله يسدو عليه. دعيت ربي يفرج عليا، دعيتو يعاوني حتى هو اللي بقى ليا. داك النهار دزت حتى الدار ولقيت واحد البرية من صحاب التأمين، وعرفت ربي ما تخلاش عليا. قالوا لي جيب لاكارت وشي وراق ودوز تاخد رزقك. ربي ما سدش عليا داك الباب. مشيت عند الطبيب قلت ليه يحدد موعد يدير فيه العملية، واتفقت معاه على الثمن. وخا العملية كانت صعيبة شوية ونسبة النجاح ديالها قليلة، الوالدة بقات عندها في المصحة. كندوز عندها في الليل حيت في النهار كنت كنقلب على خدمة، ما كانتش كتبغي تبين ليا بلي راها مريضة. كانت كتضحك معايا وتعاود ليا على طفولتي وعلى المشاكل اللي كنت كندير. وخا في ديك الحالة دوزت معاها نهار زوين. الليلة اللي قبل العملية تفكرت تاني أحلام، تفكرت الأيام الزوينة اللي دوزت معاها، تفكرت ضحكتها، مشيتها وريحتها، تفكرت المشاعر اللي كانت بيناتنا، تفكرت الأحلام اللي كنت راسمها لها في خيالي، تفكرت الدار اللي كنت باني ليها في أحلامي، عارف بلي ما يمكنش نعيش بلا بيها. وحس بلي بدات كتبعد مني، بدات كتفلت من بين يدي. هي في طريق وانا في طريق، هي في طريق النجاح وانا في الهاوية. الدنيا دارت بيا ما بغات. ديك الليلة ما دانيش النعاس، وفي الصباح دخلوا الوالدة لغرفة العمليات، دخل معها الطبيب وشاف رمليات. كندعي الله يعفو عليها وينجح العملية. كنت معول تنجح، كنت متأكد. وأخيرا تحل الباب. خرج الطبيب، شوفه في عينيه مبدلة. فاش وصل قال لي جوج كلمات، البركة في راسك. سالت الدمعة من عيني، حسيت بالحقرة. نقدر نقول هذا أسوأ نهار في حياتي. الحبل اللي كنت شاد فيه تقطع، الأمل اللي كان عندي تبخر. أول نتقاتل مع الزمان على قبلها، ولكن دابا العزيمة ديالي غادا تمشي، والدنيا ما غيبقى عندها مذاق. في ديك اللحظة عرفت بلي حياتي سالت، صافي سالت. حسيت بلي هو السبب. شعلت النار في قلبي، ضربتو، طاح الأرض وبديت كنعفس عليه. جا واحد البوليسي، مشيت كنجري لغرفة العمليات. دخلت وشفت الوالدة، بست ليها راسها، وحتى هي هادي آخر مرة كنبوس ليها راسها. داوني للحبس بلا تحقيق بلا محاكمة، اش من حقوق يبقاو عند اليتامى. فاش دخلت داوني للزنزانة ديالي، وكيف العادة خاصهم يتعرفوا عليا. نطق واحد بسميتي وتبعها بالضرب والجرح. في الزنزانة ديالي كانوا معايا 3 السجناء، واحد كبير وجوج في العشرينات، بحال شي أسرة. دخلت عليهم قلت السلام، رضا عليا الرجل الكبير. مشيت للناموسية ديالي وتكيت، بقيت كنشوف في الحيط وكنفكر. الراجل كان كيقطع في الخضرة، هادوك الجوج كانوا كيلعبوا الكارطة. عيطوا لي نلعب معاهم، قبلت. تما تعرفت عليهم مزيان، قالوا لي بلي تشدوا على السرقة، وعاودوا لي على الفلوس اللي شفروا، واللي مازال كيتسناو الى خرجوا باش يشدوهم. فاش سولوني جاوبتهم. صيفط واحد الطبيب كوما، ضحكوا
حتى الراجل ضحك سولني وعلاش. قلت ليه مات الوالدة بسببه. فاش قلت هاد الكلمات سكتو واحد شوية. الراجل هدر. وقيلا كاين واحد الحاجة سميتها الخطأ الطبي، ولكن ما كاين باس، مزيان الواحد ياخد حقه بيدو. قلت ليه عرفت، ولكن الخطأ الطبي في سبيطار المخزن ماشي في الكلينيك. سولني واحد منهم قال لي واش ما عندكش باك. قلت ليه الوالد مات الله يرحمه. سولني الراجل ويلي مدبر على راسك بعدا، شي حرفة شي دبلوم شي حاجة ديرها فاش تخرج. قلت ليه ما كاين والو، لا دار لا دوار. بقيت فيهم خلاوني نتغدى معاهم. فاش سالينا قرروا يعلموني الشفرة ويوروني خفة اليدين وكيفاش نهز المضى ونتحكم فيه. بغوني نخرج ما يتقطعوش بيا الحبال. تماك علموني الاجرام، عالم اللي ما عمري ما شفتو، عمري عشتو، عالم كان جديد عليا. تعرفت على شي دراري اخرين اندمجت معاهم، كنت كناكل ونشرب على حسابهم، كنكمي على حسابهم، عيشوني في جنة معاهم. كل واحد كيعلمني شي حاجة. واحد قال لي فاش تضرب شي واحد ضربو لوجهو باش يبقى يتفكرك. واحد قال لي ما تضرب لواحد تتأكد بلي درتي التومة في المضى. علاش؟ باش عمرها ما تبرع. دازت 3 شهور زوينة بزاف، نسيت فيها همومي وعتابي. جا عندي واحد السيد قال لي نوجد راسي حيت غادي نخرج، وقال لي الوالدة دفنوها في واحد المقبرة. عطاني العنوان ديالها. تودعت مع صحابي وعدتهم بلي غادي نولي نزورهم مرة ولا سهل عليا الله ما ننساهمش. الوعد اللي ما عمري ما وفيت بيه. فاش خرجت بغيت نشوف صحابي القدام. جيت للدرب كاع اللي كنعرفهم ما بقاوش تما. في الحقيقة انا ما بقيتش تما. الدار اللي كبرت فيها جراو عليا منها وسكنوا فيها أسرة أخرى. كانوا عندهم دراري باقيين صغار وولد صغير. يمكن قصة أخرى بحال هادي غادي تعاود معاهم. هذا هو قانون الغاب. لقيت مع واحد الدري ما عنديش معاه بزاف. سولني واش تحولتو. قلت ليه الدري ما فراسو والو. سولتو على احمد قال لي راه عطاوه من حيقرب ولا برا ما حسيتوش. فرحت ليه. مشيت نسول على احلام. لقيتها مشيت تقرا الطب في مدينه اخرى. الحلم ديالنا بجوج. الصراحه انا اللي قنعتها دير الطب باش نوليو طبيب وطبيبه. من الاحلام ديالنا نوليو نفيقو في الصباح، نشربو قهوه بوحدها، نمشيو للسبيطار، من بعد نتلاقاو مع العشاء ناكلو كرواسه والحليب، من بعد نتلاقاو مع 12 نتغداو ونبقاو في السبيطار نداويو الناس حتى الليل. احلام ضيعتك من يدي. لا ما ضيعتكش، الزمان اللي فارقنا نتمنى تنسيني. حيت فهاد اللحظة ما عندي ما نقدم ليك، ما عندي ما نعطيك، ما بقى عندي حد في الدنيا من غيرك. قررت ننسى هاد الدرب، قررت ننسى هادشي كلشي، قررت ننسى هادشي اللي وقع ليا. ولكن كيف ندير؟ قررت نبدل الجو شوية ونشم هوا جديد. ماشي السياحة، مشيت لواحد المدينة جات حدا البحر. قلبت فيها على الخدمة وكيف العادة ما لقيتهاش، حيت الحالة اللي كنت فيها ما كتشجعهمش يخدموني. الملامح ديال البراءة اللي كانوا فيا ما بقاوش. تبدلت بزاف، ديك البراءة ما بقاتش. بنادم ولا كيشوف فيا شوفة خايبة. وليت مجرم، داروا مني مجرم. في ديك الليلة وليت عايشة في الزنقة. كنبات في الزنقة وكناكل من البركاسة، وحتى البركاسة عليها الزحام، غير القشور ديال الخضرة. كان ممنوع عليا نبقى في بلاصة وحدة، كان خاصني نتحرك. كرهت نفسي، كرهت الدنيا. كندوز من حتى المدارس، المعاهد، لافاك، كيبانو ليا الدراري قدي ضاحكين ناشطين. كنبقى نشوف فيهم من بعيد وكنتحرق من الداخل. كيجيني الجوع، كنشوفهم غاديين للمطعم وكالعادة كيضحكوا وانا كنمشي لاقرب بركاسة. ريحتها ولفتها، وليت كنشمها كتفتح ليا الشهية. كنسالي الماكلة كنمشي لجنب البحر، تماك عالم اخر. تماك كنبقى نتفرج في دريات ما عمري ما نحلم بيهم. كنت كنشوف السعادة ولكن ما كنعيشهاش. كنشوف الدنيا وما معروضش ليا. كاين اللي حالفو الحظ وكاين اللي حالف عليه. هكاك
وهذا هو الخطأ اللي درت. عمرك تشوف اللي احسن منك، عمرك تتمنى اللي عنده، حيت عمرك تعيش سعيد. لبس قدك يواتيك، ظلمت الدنيا في عينيا، مرضاتش ليا نفسي هاد المعيشة. داك النهار قررت ننتحر، عارف بلي الانتحار خايب، عارف بلي جهنم كتسنى فيا، ولكن جهنم حسن ليا من هاد الدنيا. تفكرت هدرت احمد وانا نضحك، اول مره نضحك من نهار مات الوالد. قال لي بلي جهنم ما خايباش بزاف، حيت غادي نتلاقاو فيها مع المشاهير، المغنيين والممثلين والملوك. كنت خايف نموت وما يحس بيا حد، نموت وما يديها فيا حد، ما يبكي عليا حد، بحال شي دبانه. وخا هكاك تشجعت، قررت نقتل راسي. في الاول جوني افكار بزاف، نشرب الدواء الفيران، نشنق راسي، نذبح راسي، نتلح من الفوق. عجبتني نتلح من الفوق، موتة سريعة وما غاديش نحس بيها، ولكن خفت نموت وما يجمعونيش يخليوني مشتت. بقيت كنفكر حتى لقيت الحل. قررت نلوح راسي في البحر ووجدت راسي للموت. قبل ما نتلاح طلبت ربي يغفر ليا، جمعت الشجاعة اللي بقات عندي، حسبت حتى ل3، 1 2 3. الظلام بان ليا غير الظلام، ما بقيتش كنحس بالجسد ديالي. هذه هي الحرية، الحرية ديال بصح. كنسمع صوت زوين في ودني، لحن، واحد اللحن عمري ما سمعت في حاله، واعر بزاف. واخيرا مت، واخيرا تهنيت من هاد العذاب. الموت زوينة الا كانت هكدا، كيدوزو شي تصاور قدام عينيا، انا كنلعب، انا كنجري، انا كنضحك، انا مع والديا، انا في العيد، انا شريت حوايج العيد، انا لبستهم. هي احلام شحال زوينة، النور كيخرج من وجهها بحال شي نجمة. توحشت صوتها الحنين، توحشت كلامها. مشات احلام، مشات الموسيقى، رجعت الظلام عاوتاني. شوية بدات كتوضح الصورة. كنت في الارض وحدايا 2 دراري، كحيت، خرج الماء من فمي، بدا واحد كيعيط، ها هو فاق، ها هو فاق. جاو 3 اخرين، 2 بنات وولد، سولوني كيف بقيت. نضت بغيت نمشي، ما خلاونيش نمشي، بقيت حتى كليت معاهم، تهلاو فيا مزيان. ما بغيتش نحكي لهم قصتي، ما بغيتش نقلقهم. بانوا ليا فرحانين، فرحانين حيت عتقوني. كانوا كيغنيو وكيحتفلوا حيت نجحوا، حتى انا احتفلت معاهم. جبت واحد الدري جيتار، عجبني بزاف الصوت اللي كيخرج منه. ما كرهتش يولي ديالي. سولتو كيفاش تعلم ليه، قال لي بقى كيخربق حتى تعلم. قال لي واش انت كتعرف ليه؟ جاوبتو لا، عمري ما شديتو. قلت ليه ما كرهتش حتى انا يكون عندي جيتار. قال لي الا بغيتي نعطيه ليك، هاك خدو، ما عندي حتى شي مشكل. قال لي عنده واحد اخر في الدار. شديتو من عنده، ولكن ما تيقتوش. صحاب لي غير كيضحك عليا. بقيت كنلعب بيه شويه، تفكرت راسي معطل، زربان، خاصني نموت، ما عنديش الوقت اللي نضيع. شكرتهم ومشيت. في الطريق تفكرت دوك التصاور اللي كنت كنشوف فاش انتحرت. وتفكرت داك اللحن اللي سمعت. عجبني الحال بزاف، وبغيت نشوف داكشي عاوتاني. فاش قربت البلاصه مني لحت راسي في الاول، سمعت شي حد كيصفر. درت، لقيتو الدري مول الجيتار. فاش وصل سولني علاش ما خديتيش. قلت ليه واش كتهضر من نيتك؟ قال لي شد صاحبي مالك. قلت ليه شكرا، عمري ما ننسى خيرك، مازال الخير في هاد الدنيا. شديتو وقلبت الطريق، مشيت للغابة. باقي الخير، باقيين الناس مزيانين، كيعاونوا بلا مقابل، يديروا الخير وما كيتسناو منك والو. بغيت نرد ليه هاد الخير اللي دار فيا. من داك النهار ما بقيت شفتو، ولكن غنجازيه باي طريقه. مشيت للغابه، الطبيعه والهدوء، الجو اللي يليق ليا في هاد الظروف. الغابه اللي مشيت ليها كانت كبيره،
جينا فوق الارض. نقدر نقول انا حسيت براسي عايش، حسيت براسي انسان. هذه هي الدار الحقيقيه ديالي وديالكم، الدار ديالنا كاملين، ماشي دوك الحيوط اللي كنحبسو ريوسنا فيهم وكنفتخروا على بعضنا بيهم. كنحلمو نملكوهم. في الغابه عشت حر، ذقت المعنى ديال الحريه. ما كاين لا قوانين، لا قواعد، لا بروتوكولات، لا اتيكيت. عشت على طبيعتي كيف خلقني ربي، ما نهدر في حد، ما ندير فحال حد. فاش وصلت اول حاجه درتها قلبت على الماء. بقيت كنقلب حتى لقيت واحد البحيره، وكنت جيب معايا موس، بريكه وحبل وشي بلاستيكات. كنت جيب حتى جوج منطات وحك ديال القصدير. كندير الماء في الحك وكنديرو في العافيه يسخن باش ما يبقاوش فيها الميكروبات. وبهذه الطريقه ضمنت نبقى عايش ولمده طويله، حيت البحيره كانت عامره. الخطوه الثانيه هي قلبت فين نبات قبل ما يطيح الظلام. صيبت خيمه، ربطت الحبل في كل جهه في شجره، ودرت منطه فوق منه، والمنطه الاخرى فرشتها في الارض وبقيت كنعس عليها. في الصباح قررت نقلب على ما ناكل. لقيت شي نباتات، شي شجيرات. النباتات كنعصر الجذور ديالهم، والشجيرات كناكل الثمار ديالهم. وباش نتاكد بلي كيتكالو ولا لا كنت كنحطها في يدي. الا حمارت وجاتني الحكه كنعرفها مسمومه، الا ما وقع والو كنديرها في فمي. ما حسيت بوالو عاد كنسرطها. بنادم فاش كيكون بوحدو العدو الاول ديالو هو الفراغ. انا وقتي كان عامر، حيت كان عندي الجيتار، الآلة العجيبة اللي داتني لعالم آخر. خدا مني 5 شهور باش نتعلم. حفظت النوتات ديالو، كل وحدة عرفتها اش كتعني، كل وحدة والأحاسيس اللي كتجيب معاها. كنقابلو غير هو، كيجيني الجوع كناكلو ونرجع ليه. فاش كنعس كنفيق وكنهزو. عجباتني هاد المعيشة. الجيتار نساني كلشي. الوحدة عاونتني نبني راسي من جديد. كنت محطم بزاف، ولكن في الغابة تولدت من جديد. بسببها كونت راسي، تصالحت مع نفسي وفهمت الشخصية ديالي، تفاعلت مع الجسد ديالي وعرفت شنو كيحتاج. سمعت قلبي اش كيقول ليا، وبديت كنكتب هدرتو في الاشجار. شديت الجيتار وحاولت نبتكر شي حاجه. تفكرت اللحن اللي سمعته من قبل، اللي سمعته فاش انتحرت. حاولت نتفكرو وندير بحالو. الضربه الاولى، الثانيه، الثالثه، بدات كتبان شي حاجه. خليت صباحي يضربوا بوحدهم، ما تدخلتش. وفي الاخير قدرت نديرو. تعلمت ليه. كان لحن كيخاطب الروح ديال بنادم. بغيت نعرف واش يقدر يعجب الناس الاخرين. قررت نخرج من الغابه ونوريه للعالم، ولكن تفكرت بلي دوك الناس كيديوها غير في المظاهر. زوقت بيه. تماك جاتني فكره، علاش ما نكتبش الكلمات وتولي اغنيه. هديك كانت اخر سيمانه ليا في الغابه. مشيت لكل شجره وعزفت حداها لحن. قريت الكلمات اللي مكتوبين فيها. شويه بشويه قدرت نكمل الاغنيه اللي هدرت فيها على احلام بغيت نهديها ليها. هدرت فيها على الدنيا وعلى والديا. النهار اللي غنخرج من الغابه مشيت للبحيره، مازال فيها الماء. شفت فيها وجهي، شعري كان طويل، وجهي كانت فيها اللحيه. ما حسيتش بيها، وليت راجل. شربت وغسلت وودعت الغابه اللي عيشتني عام فابور. لا ضريبه، لا فلوس الكرا، لا فلوس الضو، لا فلوس الماء. بقيت كنتمشى حتى وصلت للطريق. شفت الطوموبيلات، مدة هادي ما شفت هاد المنظر. بانت لي وحده واقفه، مولاها كان كيبدلها في الرويضه. قصدتها. فاش قربت ليها مولاها جبد عليا الزروطه. قال لي منين خرجتي؟ الله يسر، تقرب ما غيعجبكش الحال. قلت ليه بشويه عليك اخويا، بغيت نوريك شي حاجه. قال لي ما نوريك ما توريني. قال لي امتى القرودة تعلموا يهضروا؟ قلت لي غير سمع صاحبي، انت اش خاسر؟
قال لي شنو هاز وراك؟ قلت ليه هذا جيتار، بغيت نسمعك واحد الاغنيه وقول لي واش عجباتك. قال لي سير على الله. غنيت ليه الاغنيه، عجباتو بزاف ولا داير فيها الثقه. عاونتو باش صوبنا الرويضه، طلعت معاه سولني فين غادي، قلت ليه ديني للمدينه. قال لي اش من مدينه؟ قلت ليه شي مدينه وصف. قال لي علاش؟ قلت ليه نوريهم الاغنيه. قال لي صافي فهمتك، نقدر نعاونك. قال لي واحد صاحبو عنده استوديو يقدر يسجلها ليا. قال لي فين كنسكن؟ قلت ليه كنسكن في الغابه. قال لي هي هربان من داركم. قلت ليه ما عنديش دارنا. قال لي بلاتي بشويه عليا. قلت لي ما عنديش داركم وعايش في الزنقه. حكيت ليه قصتي، درت فيه الثقه كما درها فيا هو. المدينه اللي مشيت ليها كانت بعيده، شي 6 سوايع تقريبا. دابا ولا عندي امل جديد في الحياه. دابا كنحس براسي تولدت من جديد. بقيت كنفكر شويه حتى داني النعاس. فيقني داك السيد حيت وصلنا. حطيت اول خطوه ليا في هاد المدينه. هادي مدينتي جديده، حالف نبني فيها مستقبلي وندير فيها بلاصتي. محمد سميت الراجل اللي جابني ليها. داك النهار مشيت معاه لدارو، هبطنا من الطوموبيل. الناس بقاو كيشوفوا فيا بحال كنت شي كائن فضائي. كنت كنبان ليهم غريب بينما هما اللي غراب. تبدلت وما تبدلوش، نفس الشوفة في عينيهم، نفس الافكار في الرسوم. هادو كيسميوهم المجتمع، عندهم طريقة خاصهم يعيشوا بها، شي تصرفات ما خصهمش يديروها، عندهم لبس خصهم يحافظوا عليه ولغة يتكلموا بها. بغيتكم تجربوا نهار واحد تبقاو بوحدكم، تمشيو بوحدكم، غادي تحسوا بالحرية. ماشي الحرية ولكن على الاقل الاستقلال. في المدرسة، في الخدمة، ما توقف مع حد، ما تطول الهضره مع حد. ما غاديش تحس براسك مرتبط بشي حد. خاصك توقف معاهم ولا دير معاهم شي حاجه. ما كتمشيش وتخليهم حيت حشومه. بعض المرات ما كتبقاش راجل. كيقولوا لك انت ماشي راجل غير نهار واحد ما توقفش مع الجماعه، ما توقفش في راس الدرب. شنو عندكم ما تقولوا كاع؟ هضر في هذا سب هذا، اولا شي واحد فيكم كيعاود المغامرات ديالو وانت تسمع ليه. غير نهار واحد طلعت مع داك السيد للدار، استقبلتني مراتو. كان عنده 2 ولاد مازالين صغار، جاو كيجريو عند باهم. واخا شافوني ما تخلعوش، عنقوا باهم حيت حسوا بالامان معاه. عطاني محمد شي حوايج نلبسهم ودخلت للحمام نغسل حالتي. حسيت بالانتعاش فاش درت الشامبوان في شعري. مشيت عند الحلاق، حسنت لحيتي وقديت شعري. كانت عندي اللحية بزاف، ما حسيتش براسي امتى كبرت. الدنيا حقراتني. رجعت للدار لقيتهم موجدين ليا اتاي والحلوى. شربت غير اتاي حيت المعدة ديالي خاصها الوقت باش تولف ماكلتهم. شحال هادي ما شربت اتاي من ايامات الحبس ما ياخدو لك حقك، ما يخليوك تاخدو بيديك. بخباركم اللي كيشفر في مكان عمومي شحال كيحكموا عليه؟ من 20 حتى 30 عام. واللي كيشفر العموم كامل ما كاينش اللي يهضر معاه. ولا هادشي كيجينا عادي. حلال عليكم وحرام علينا، من حقكم. مشيت معاه للاستوديو، هدر مع صاحبو قنعو وقرر يعطيني فرصة. جات نوبتي نبين اللي عندي. دخلت لفين كيسجلو وسجلت. عجباتو، بقى كيعاود فيها. سولني واش ديالك؟ قلت ليه ديالي. قال لي ما يمكنش. قال لي قول منين نقلتيها. قلت ليه راك قلت ليك ديالي لحن وكلمات. لحن وكلمات. قال لي تبارك الله عليك، حتى صوتك زوين. قبل عليا وقررنا نخدمو الاغنيه ونلوحوها في الانترنت ونخليو الانترنت دير خدمتها. قال لي الا تشهرت يكمل معايا ونخرج البوم ونسني معاه عقد. ما تشهرتش نخلص فلوس التسجيل ونديرو بحال ما وقع والو. سجلت الاغنيه، دخل عليها الاستوديو شي اضافات وشي مؤثرات. شهر وحنا خدامين عليها. كنت كنبات عند محمد، كناكل ونشرب عنده، تهلا فيا مسكين.
الأغنية خاصني نختار ليها شي سمية. فكرت مزيان وسميتها الدنيا. الدنيا اللي حتى حد ما لقاها كيف بغا، لحناها في الانترنت، درتها بحال بنتي. كل نهار كنطلع عليها 100,000 ولا 200. دازت سيمانة سمعوها الملايين. الناس بغاو يعرفوا مولاها، داروها في الجرائد في المجلات. كنخرج للتنقى كنسمعها، فرحت بزاف، بغيت نغوت وكلشي يسمعني. بغيت نقول لهم انا هنا، شوفوني. بغيت نبان للجمهور ديالي، حتى انا ولا عندي جمهور. وقعت مع الاستوديو داك العقد، عطاوني شي بركة. بغيت نمشي نسكن بوحدي ولكن ما خلونيش. حتى انا ولات عندي عائلة، ولفوني ما بغونيش نمشي. جيت عندي الصحافة، لقاوني داروني في الصفحة الاولى. وليت مشهور بزاف، كنمشي لشي بلاصة كيجيو عندي الناس، انا اللي ما كانوش كيقدروا يشوفوا فيا حتى يشوفوا. واخيرا الدنيا بدات كضحك ليا، ولات عندي عائلة، الشهرة. الاستوديو بدا كيوجد الالبوم، ما فهموش الستايل ديالي، ما قدروش يخدموا مع ملحن وكاتب، حيت الاغاني ديالي انا اللي نقدر نكتبهم ونلحنهم. مشيت للدار وبديت كنكتب. التليفون كل مره كيصوني، كنحاول نجاوب على جميع المكالمات، منها عروض وتشجيعات. واحد المره جاتني مكالمه من نوع اخر، جاوبت وتفاجأت. احمد هو اللي اتصل بيا، فرح ليا بزاف، وقال لي بلي كيتسنى غير امتى يتخرج باش يجي لعندي، وقال لي بلي الناس تما كيعرفوني. وليت مشهور حتى في الخارج، وهادشي كامل بسبب اغنيه وحده. الخير الا جا كيجي في مره. واخا هاديك الهضره اللي قال لي ما تحمستش نشوفو، حيت كون كان بصح توحشني كون قلب عليا زمان، خصوصا فاش عرف بلي الوالد مات، وكان عارف بلي الوالده مريضه. كان عارفني خرجت من القرايه، ولكن ما عنديش الحق نلومو، حيت دار فيا الخير وخاصني نردو ليه اي ثمن. احمد من الناس القلال اللي رديت خيرهم. من هنا جاتني فكره نغني ليه اغنيه سميتها الصحبه. الصحبه كانت الاغنيه الثانيه في الالبوم ديالي. احلام عارفها سمعت اغنيتي، ضروري تسمعها، وضروري تكون عارفه بلي هي اللي مقصوده فيها. ما عرفتهاش فين كاينه، ومتاكد الاغنيه غادي تحرك فيها دوك المشاعر من جديد. مازال عندي فرصه اخرى، قررت نستغلها ونمشي نقلب على احلام. الحاله ديالي تحسنت بزاف. بغيت نهضر لكم على اخر سهره ليا، اخر عرض غادي نديرو، من وراه غادي نعتزل. المنصه واجده، غتكون بجنب البحر، البحر اللي كنت غنتحر فيه. وكيف العاده الدخول مجاني. نكمل لكم حكايتي. ما لقيتش مشكل فاش مشيت نقلب على احلام، حيت عارف فين كاينه كليه الطب اللي كتقرا فيها. دازت 7 سنين على اخر مره شفتها فيها. غتكون دابا في العام ديالها السادس، باقا كتقرا فيها. المهم فاش كنت في طريقي ليها بقيت كنفكر اش غادي نقول ليها. تخيلت بزاف ديال السيناريوهات، طاحوا في بالي بزاف ديال الافكار. بغيت اللقاء ديالنا ما يتنساش. فاش قربت لافاك هبطت من الطوموبيل باش نكمل على رجلي. تمشيت شويه، بديت حدايا واحد الدري صغير كيبيع في الورود. شريت من عنده وردة حمراء، عطيتو الفلوس كلهم اللي كانوا عندي. بقى فيا كيبيع السعادة وما لقيهاش، قريبة منه بزاف ولكن ما عايشهاش. وصلت للافاك، خليت قلبي يقلب عليها، كيف خليت صباعي يعزفوا ليها. بنت بعيدة مني ولابسة طابلية بيضة، غير هي اللي بنت لي بوحدها. كان الظلام داير بيها. شديت الوردة في يدي، مسحت وجهي وقاديت حوايجي. قربت ليها. احلام دارت لعندي، ما صدقاتش عينيها. من الشوفة ديالها عرفتها ما نساتنيش. باقا زوينة ولكن حزينة. رجعتي؟ قلت لها رجعت. قلت لها رجعت من الموت، ربي كيبغيني.
عطيني فرصة أخرى وغادي نستغلها. قلت لي كنبغيك، كنبغيك وبزاف، ولكن انت ما بقيتيش كتحملني. قلت ليها لا، شكون قال لك هاد الهضره؟ قلت لي بلي كلشي كيقولها ليا، قالوا لي ما بقيتيش باغي تشوفني. قلت ليه نمشيو للقهوه نكملو هضرتنا. صافي مشينا للقهوه، حسيت بالانتصار، ربحت هاد المعركه، وصلت للقمه. تمنيت ديك الطريق للقهوه ما تساليش، بغيت نبقاو هكاك حتى ما لا نهايه. كنا شادين في يدين بعضنا، ما هدرناش. بعد اللحظات ما كتحتاجش نعبرو، ما كتحتاجش نهضرو. قلبها كان بحال الكتاب، قدرت نقراه اش مكتوب فيه. الكتاب في صندوق وانا بوحدي اللي عندي السارود ديالو. ما تحتاجش الجمال ولا المال باش تحصل عليه، تحتاج القلب اللي تبغي بيه. بقينا غاديين وما حاسينش بالدنيا، ما واعيينش باللي كيوقع حدانا. وصلنا للقهوة، طلبنا عصير. قلت لي علاش ما جيتيش تاكدي براسك؟ قلت لي ما قدرتش. قلت لي ما كنتيش كتبان ليا، حتى التليفون كنتي طافيه عليا. قلت لي لا، عمري نطفيه عليك. عاودي ليا كلشي من داك النهار حتى لدابا. قلت لي فاش مات باباك ما بقيتش كنشوفك، صحاب لي ما بقيتيش كتحملني. في ديك الساعه قتلتيني ودفنتيني، حتى انا دفنت راسي في القرايه. قلت لي انها حاولت تنساني وما قدرتش. قالت لي كانت حاسه بيا غنرجع شي نهار. دخلت لكلية الطب، نجحت في جميع الامتحانات اللي دوزات. قالت لي كانت كتشوفني في الكتوبة، كتقرا وكتفكرني، كتفكر دارنا، جرتنا. كانت كتفكر حومتنا وخدمتنا والشرفة اللي غادية تسكن حدانا. قلت لي واش عقلتي على الشرفة؟ ضحكت. قالت لي هكا بقات هاد السنين كلها حتى سمعت الاغنية ديالي الدنيا. رجعت ليها امل جديد في الحياة، كان عندها واحد المفعول كبير. ما كانتش عارفة بلي انا اللي مغنيها، حتى لواحد النهار شافت تصويرتي صدفة في الجريدة. قرات المقال، تصدمات، صابلها ما غاديش نرجع ليها. قالت لي اش غادي يدير مغني كبير بحالك بوحدة بحالي؟ واللي زيد قلقها اكتر، قالت لي بلي البنت اللي غنيت ليها. بقيت كنضحك. قلت لها البنت سميتها احلام، بسببها وصلت لها الشهرة. البنت هي انتي. حكيت لي قصتي، ما عرفتش منين نبدا. تأثرت بزاف، نزلت دموع من عينيها. ندنا مشينا لبلاصتنا القديمة، رجعنا ذكرياتنا القديمة، رجعنا كيف كنا. وليت كنبغيها اكتر. قررت نخطبها من والديها، ولكن ما عنديش اللي يخطب ليا. قلتها لمحمد وفرح. مشيت انا وياه ومراتو، طلبناها من عند باها. باها كيخلعني، عينيه خضرين، خضرين وخاويين، ما كنعرفش شنو مخبي تحت راسو. ما تهنيت حتى قرا الفاتحة. الالبوم الاول ديالي ساليتو، حقق ارباح قياسية، ولاو عندي الفلوس بزاف. درت جمعية احلام. احلام هي الرئيسة ديالها، كنعاونو الناس اللي محتاجين لينا. في هاد المدة خديت جوائز بزاف، لحد الان ما حسبتهمش. درت على العالم كامل، عطيت للمعجبين ديالي كل ما عندي. في هاد السهرات كان معايا صاحبي احمد اللي تخرج من المعهد اللي كان فيه، ولا خدام معايا، كان كيدير التسويق. احلام تزوجها بطبيعة الحال، حتى تخرجات، هذا كان الشرطة ديالها. درنا عرس كبير، طلعت للعمارية، كانت زوينة بزاف. غنيت ليها في عرسنا، حققنا الحلم ديالنا. ولكن هي طبيبة وانا مغني، هادشي ما منعنيش انني نمشي معاها للسبيطار، ناكلو كرواسة وحليب، نتغداو مجموعين. قررنا نولدو ولد، نسميوه منصف. عينيه حتى هو خضرين، ولات عندي عائلة، الشهرة، وجوج ديال الناس عزاز عليا. ولكن الدنيا مازال عندها ما تقول. ها هي احلام قدامي، اليوم غنكتب ليها اغنية نهديها ليها. احسان هو المدير ديال الاذاعة الوطنية، وقعت معاهم عقد فاش درت الالبوم الاول. الاغاني ديالي كيتعرضوا فيها بزاف، بسببهم زادت الشهرة ديالي كتر، وهما اللي غادي ينظموا السهرة ديال اليوم، اخر سهرة ليا. جاو الالاف ديال الناس،
كلهم بغاو يشوفوني، كلهم بغاو يشوفوا العرض ديالي. في طريقي للمنصة قلبي كان كيضرب. مدة هادي ما طلعت ليها، مدة هادي ما غنيت ليهم، ولكن غير وصلت سكتوا وتصدموا. كنت هاز الجيتار ديال داك الدري اللي عتقني من الموت. بديت السهرة بأغنيتي أحلام، ورايا كانت تصورتها كبيرة، رسمتها ليا وبغيت نهديها ليا. بغيتها بزاف ومازال كنبغيها. غنيت ليها آخر أغنية ليا. السهرة جاتهم غريبة، كيفاش ولي فيها أغنية وحدة، الشيء اللي ما موالفينش فيا. هادو كانوا الشروط ديالي للإذاعة الوطنية. نغني بوحدي أنا والجيتار اللي ماشي ديالي، وتكون أحلام مرايا. ختمت السهرة وشكرتهم بزاف. بغيت تعرفوا بلي هاد الجيتار ماشي ديالي، بغيت تعرفوا هاد هي أحلام. اللي عنده شي حلم ما يتخلاش عليه. هكا قلتها ليهم. مشيت وخليتهم، تسنيتهم يصفروا ليا، ما صفروش. كانوا مصدومين، كانوا كيتسائلوا في رجليا. صفقوا عليا بحرارة كبيرة. بلا شك دابا غادي تبغيو تعرفوا في رجليا. كاين سؤال أهم، أحلام فين هي؟ تزوجنا، ولدنا منصف، عشنا سعيدين. كنا كنشوفو منصف كيكبر قدام عينينا. علمناه يهدر ويمشي، كبر شوية، ولينا باغينو يسكت ويجلس معانا. تمحنت معاه شوية. ما كانتش عندنا الخبرة ورفضنا نجيبو مربية. حتى جا داك النهار كنا ناعسين، صرنا التليفون ديال أحلام. فقنا هزاتو وجاوبت. الاتصال جا من السبيطار. شي حد في حالة خطيرة وكيحتاج ليها. في هاد الحالات كنت كنوصل أحلام للسبيطار، كنتسنى حتى تسالي ونرجعو. هادشي اللي درت، لبسنا حوايجنا ومشينا. كنا زربانين شوية، طلعنا للطونوبيل، شدينا الطريق. كانت الضبابة والرؤية كانت صعيبة. احترمت السرعة، ولكن ما عرفتش منين خرج ليا. واخا كان الضو الحمر موقفش، ودرنا كسيدة. نفس اللحن، نفس الذكريات، نفس التصاور دازو قدام عينيا. فقت، وهاد المرة لقيت راسي في السبيطار. بغيت نوض نشوف أحلام، بغيت نسول عليها، بغيت نعرف اش وقع ليها، ولكن في رجليا. انا دابا قدام قبرها، ومعايا ولدي منصف، هو الامل ديالي في الحياة. بغيتو ينجح، بغيتو ما ينساش اصلو. سي محمد البناي دابا عنده 8 سنين، كيسولني ديما فين ماما، باغي يعرف ماما. كنقولو راه عند ربي، ولكن ما كنقنعوش. منصف باغي يشوفها، ولكن دابا يقدر يشوفها. صورتها كبيرة، كيخرج يسلم عليها وهي تقول ليه من الفوق الله ينجحك ولدي. تولدت من جديد، هاد المرة معاق. منصف هو رجليا. كنحس براسي ضعيف، حيت ما قدرتش نحمي الناس اللي دايرين بيا. بغيت نعيش اللي بقى ليا في حياتي في الخير. بغيت نعاون الناس اللي محتاجين ليا، الناس اللي محتاجين الماكلة، محتاجين للديور، محتاجين مدارس ومستشفيات والأمن والأمان. ما محتاجينش سياسيين اللي ما عندهمش علاقة بهاد المجالات. السياسة تجارة، والسياسيين سمسارة. إلا بغينا نحلو مشاكلنا بالسياسة غنوليو حنايا سلعة كيجوعونا وكرشهم عامرة بالعجينة. كيقولوا لنا اللي بغاو، كيبغيو لينا الخير، ولكن ما متناش بسبب الحروب. كيقتلونا هما. في حياتي ما لقيت خدمة. في صغري كنت كنسمع سوق الشغل وباغي ندخل ليه، ولكن عمري ما طرحت على راسي واحد السؤال: شنو كيتباع في هاد السوق؟ حياتك هي اللي كتباع فيه. حياتك بضاعة وما بقاش عليها الطلب. حياتك وحياتي ولاو بلا قيمة. هاد الزمان حتى حاجة ما تلقاها رخيصة إلا المعاناة ديال الناس.